كل سنة وانتم طيبين وولادكم طيبين واخواتكم وحبايبكم واهلكم واصحابكم كلكم بخير. كل سنة وانتم الى الله اقرب. رمضان عدى بسلام وبخير، وكل ايام ربنا كلها حلوة وجميلة وخير، والعيد دخل علينا. عيدكم سعيد وعيدكم بخير دايما يا رب، احنا وانتم يا غاليين. أول مرة تشوفي القناة من خلال الفيديو ده ما تبخليش عليا باشتراكك فيه، عشان عيلتنا الصغيرة تكبر بيكم يا أحلى أخوات. ولو انت شفت الفيديو ما تنسيش تحط اللايك. يلا بقى مع بعض كده نبدأ الفيديو. وتعالوا تقضوا معايا اليوم وقولوا لي عملتوا ايه في يومكم يا بنات. هنا كده بقى طبعا تنظيفات العيد عملناها وكل حاجة. غسلنا بقى غطا سجادة، غسلنا مفارش، عندنا سجادة وسخة غسلناها والحاجات دي. وطبعا ما عملتش فيديو ولا عملت الروتين ده، لأن كلنا وكل البيوت المصرية بتعمل كده، وبتجهز لدخلة رمضان وبتجهز لدخلة العيد. تمام تمام. دي الليلة بتاعت الوقفة كانت حوالي الساعة هنا 1 أو 2. ما فيش بقى نوم، كنا مطبقين يا بنات. جهزت السجاد بتاعة الصلاة، حطيت المخدات بتاعة الانتريه، حطيت المفرش، بدأت اجهز حتتي كده و... وابقى جاهزة كده لدخول العيد علينا. زي ما انتم شايفين كده، ما فيش اي حاجة جديدة، كل حاجة كانت موجودة عندي. حتى المفرش ده كان موجود عندي. ما جبتش حاجة جديدة غير لبس العيد وخلاص. جبنا بقى لبس العيد. انتم من الناس اللي جبتوا لبس العيد شتوي ولا جبتوا لبس العيد صيفي؟ عملتوا ايه؟ الفيس مقلوب نصين، ناس تقولك احنا جبنا شتوي، وناس تقولك احنا جبنا صيفي، وناس تقولك رب العرش نجاني وجبت اللبس صيفي. على العموم بقى احنا ايه، احنا جبنا الاتنين، بس مش بمزاجنا يا بنات بصراحة. احنا جبنا في اول رمضان فجابوا شتوي، يعني جبنا لبس لصلاة العيد ولبس للخروج. إيه، فالايام اللي نزلوا يجيبوا فيها اللبس بتاع صلاة العيد اللي انا بوريه لكم ده، هم جابوا هودي او سوشيرت زي ما بتقولوا عليه بقى انتوا قولوا. في ناس بتقول هودي وفي ناس بتقول سوشيرت، يا اما هو كان سوشيرت وبعد كده بقى بيقولوا عليه هودي، مش عارفه، في كل يوم يخترعوا لنا اسامي جديده. اللي هو بتاع الخروج جابوه عليه بناطيل ميلتون كده عشان يخرجوا فيها يصلوا العيد. دي طبعا جت شتوي. جت اخر يومين في رمضان راحوا جابوا الصيفي بقى. الخروج، فاهميني؟ يعني صلاة العيد هتبقى شتوي، الخروج هيبقى صيفي، ازاي مش فاهم. كل واحد جاب له واحد يخرج فيه كده صيفي، وجابوا لهم برضو الهودي والبناطيل شتوي هيصلوا فيهم العيد. وانا جبت كده ترنج قماشته جميله قوي يا بنات، انا بوريكم الخامه بتاعته وبوريكم قماشته ناعمه وجميله. احلى حاجه فيه ان هو كان 3 قطع. انا بوريكم الحاجات اللي هلبسها يوم العيد الصبح. تمام كده. والبرفيوم اللي هحطه، وبوريكم الحاجه كلها. هنا كنت بقول لكم على اللبس ان هو صيفي. احلى حاجه في الترنج ان هو كان 3 قطع. الصبح بدري لبست ال3 قطع، في نص اليوم شلت القطعه الثالثه، بالليل البس القطعه الثالثه. انتوا فاهمين؟ الجو بارد. اليوم كان فيه كل الفصول. الصبح واحنا رايحين نصلي كان برد جدا. بوريكم هنا شكل القطعه اللي جوه والرسمه اللي عليها. انا وريتكم طقمين للولاد وطقم واحد خروج، لان فيهم ابني منهم كان مطلع واحد خروج، وواحد اللي هيخرج فيه يصلي العيد، والتاني كان مطلع اللي هيصلي بيه العيد وساب التاني في الدولاب لما يخرج. فانا بصراحه كسلت اروح اجيبه، انا وريتكم اللي كان موجود معايا. وبدات هنا ادخل على المطبخ اجهز بقى ايه تجهيزات الضيافه بتاعتي. بقول لكم ان انا جبت الكاسات دي نفس الورده بتاعت الاطباق دي، بوريها لكم، كنت بوريكم الورده اللي في الكاس نفس لون الورده اللي في الطبق. جبت بقى هنا معاكم صابليه، وجبت معاكم الشوكولاته، وجبت معاكم ال- الحاجات اللي هقدمها. انا جبت نوع الشوكولاته دي بحبها يا بنات، وهفتح لكم واحده اوريها لكم كمان دلوقتي. بصراحه اللي انا بحبها دي جواها كراميل من جوه كده، ويبقى طعمها جميل، فكترت منها شويه. بصوا انتوا قضوا الموجود عندكم في العيد. يعني عندك شوكولاته طلعي، عندك بسكوت طلعي، عندك اللي هو الشوكولاته البسكوت الويفر يعني طلعي. ما ترتبطيش بحد. يعني انا جايبه الشوكولاته دي في اخر لحظه، اللي هم لما قالوا احنا كنا فاكرين العيد الحد، وما بقى الاثنين واحنا كلنا مجهزين امورنا ان يبقى الحد، فكان عندي وقت فاضي انزل يوم الاثنين. فوانا نازله كنت بجيب حاجات تانية ليا انا كانت ناقصاني، حاجات شخصيه يعني. فجبت بقى الشوكولاته بما ان كناش لسه جبنا شوكولاته. تمام. انما انا لو ما كنتش نزلت ما كنتش جبتها بصراحه. فاللي عندك كفي بيه.
يعني ما تلتزميش بحد جاله محدش جاله، حد جاب محدش جاب، لا، كل واحد يمشي بيته على قده. وطول عمري هفضل اقول الكلمة دي، الشبع في العين. انت بني ادمه شبعانه، فما بيهمكيش حد عنده ايه ولا جاب ايه، ولا اللي يقولك انا جبت وجبت وجبت ويقعد يرصلك، لا، سيبك من الكلام ده كله. اللي عندك وقادره تجيبيه كفي بيه بيتك. تمام كده؟ تمام. ما تبصيش لحد، كل واحد بيته على قد امكانياته. طول ما عندك رضا ربنا هيرضيكي من اوسع ابوابه. بصوا بقى يا بنات، اللي انا عندي الحاجه بتيجي بتتاكل، ما عنديش حاجه بتتعاني ازاي. يعني مثلا الصبلي جه بدري، العيال اكلوا منه. الكحك جه بدري، العيال اكلوا منه. كده الشوكولاته جت بالليل، العيال برضو فتحوها واكلوا منه. ما عنديش اللي هو اقفل الحاجه عشان حد جاي مش عارف ايه، لا، هما مش هياكلوها، يخلصوها بس يبقى اكلوا من الحاجه. فاهميني؟ إيه اللي هو، بص، دوقي ولادك من الحاجه اللي جايه، مش تقولوا محدش يقرب منها وتقفليها وتعينيها. لا، خلي ولادك تملي عينيهم مليانه وشبعانه، يروحوا اي مكان لو اتحطوا قدامهم ايه، هتبقى عيونهم مليانه وشبعانه. عودي ولادك على كده. هما مش هياكلوا الحاجه ويخلصوها، وكمان هيبقى الحاجه عندك وهتعملي ضيافه حلوه ومحترمه، بس ولادك يكونوا إيه مكتفيين. ده المبدأ اللي انا ماشيه بيه بقيت عمري، يعني من يوم ما جالي اطفال، لازم كل حاجه تدخل ولادي يدوقوا منها الاول، قبل اي حد، قبل انا شخصيا. وجبت برضو شوية لب برضو، وانا كنت بتمشى بالليل كده يوم الوقفة، قلت بقاش لزوم التسالي. والوقت ده كان وقت السحور كده يا بنات، تقريبا قبل الفجر. ما كانش فيه نوم يا بنات، كنا سهرانين. وكانت يعني ربنا يحل ايامنا كلها ويخلي ايامنا كلها اعياد يا رب، احنا وحبايبنا، ويفرحكم يا رب بيهم وبولادكم. بوريكم هنا بقى الحاجات دي، انا حطيت بقى الكحك والبسكوت والصابليه والشوكولاته واللب والتسالي والحاجات دي بره. ودول بقى هسيبهم لما نحتاج بقى منهم. هنطلع، يعني نحتاج بقى الحلويات والبيبسي والحاجات، هنطلع. وجهزت حاجتي كده واتوضينا بقى ونزلنا نصلي. هنا صلاة العيد كانت جميلة. حرفيا المرة اللي ما بروحش أصلي فيها العيد بحس إن مفيش عيد يا بنات. هو بص، الفرحة لنا احنا ككبار في صلاة العيد، أما الفرحة بقى لأولادنا في الخروج والملاهي. ولو عندك ولاد هيبقى في ركوب العجل والحاجات دي، وبيخرجوا مع اصحابهم لو هم كبار. اما احنا بقى عشان كبرنا، فبالنسبه لنا الفرحه بتكون في صلاه العيد. يا رب يحل ايامنا دايما ويكبر بخاطرنا، ويخلي ايامنا كلها عيد احنا وانتم يا رب. في اللحظة دي بقى بالظبط بيبقى فرحة الكل، فرحة الكبار والصغيرين. بصوا حاجات بسيطة بلالين، والكبار بيبقوا فرحانين أكتر من الصغيرين. أنا سبت لكم المقطع ده حتة منه في أول الفيديو بالصوت عشان تبقوا شايفين الأجواء، وأكيد كل الناس اللي بتنزل تصلي العيد، لأن في ناس ما بتنزلش يا بنات، فبيبقوا عارفين بيبقى الصوت في الوقت ده عامل ازاي. جهزت ضيافتي وجهزت لبس العيد، وتوضينا ونزلنا صلينا. وهنا كده يا بنات عربيات كبيرة، اللي هي الكبيرة، اللي بتبقى النقل، الدبل الكبيرة دي، عليها مكبرات من اللي هي الصوت واغاني. وبصوا، والناس خلصت صلاة وقاعدين يتمشوا في البلد. روحت بقى من صلاة العيد، كنت مطلعة بقى آه فراخ تفك من الفريزر، وعاملة بقى محشي. بوريكم هنا ان انا مقطعة في المحشي ده دهن من بتاع اللحمة، بس مقطعة حاجة بسيطة. حطيت الفراخ على النار تتسلق بالطريقة العادية خالص يا بنات، عشان اخد المرقة بتاعتها واعمل المحشي. اول يوم رمضان محشي، اول يوم العيد محشي، مين يا بنات زينا كده؟ وهحط بقى حته سمنه بلدي كده على وش المحشي، بس مش هكتر عشان ما يطلعش معايا سمين قوي، لان انا حاطه حته دهنه بسيطه كده. في ناس بتعمل المحشي بالمنديل بتاع الطرب، بيفردوه على وش الحله بتاعه المحشي لما بيخلصوا. مش عارفه هيبقى حلو ولا وحش، بس انا بحسبه يعني يا بنات بصراحه هيبقى تقيل قوي. يعني انا بحط حته دهنه صغيره من اللحمه، المحشي بخاف يكون سمين. يعني ما بالكوا بقى المنديل بتاع الطرب يبقى عامل ازاي. انا شفت ناس كتير بتعمله بالطريقه دي، بس مش عارفه وخايفه اجربها بصراحه، لان بصراحه لو طلع سمين محدش هياكله، هيبقى يعني سمين قوي. طبعا بقى سلقت الفراخ بالطريقه العاديه خالص، وكمان ولعت على المحشي على النار عشان يستوي، عشان ساعة ما حد يقول ان هو محتاج ياكل نبقى اكلي كله جاهز. لان احنا مطبقين، يعني انا وانا كنت بحط الحاجه بقول لكم ده وقت السحور، يعني ده الوقت اللي كنا بنتسحر فيه. فاهميني؟ اللي هو قبل الفجر بحاجات بسيطه.
لما كنت بحط الضيافة، الكحك والبسكوت والحاجة، وحطيت برضو التسالي، وكان عندي قبلها بكام يوم مكسرات، ربنا يخلي حبايبنا يا رب. وحبايبكم كانوا جايبين لي شوية مكسرات محترمين، بس برضو ما قعدش، وشوية شوكولاتات وحاجات، والحاجة ما قعدتش بصراحة، اتاكلت في نفس اليوم. بألف هنا وشفا يا رب لهم لولادي يعني. هنا بقى كنت ميعاد الغدا، وكنا بنعمل اكل وجالي ضيوف، ما عرفتش اصور معاكم بقى التقديم، انا بوريكم الاطباق بعد يعني ما الناس مشت والحاجه. المطبخ عندي صغير، فببقى صغير بحس ان هو مكركب على دماغي. يا رب يوسع عليا يا رب، ويوسع عليكم يا رب. واللي في نفسه في حاجه ربنا يديها له. حمرت الفراخ وجهزت الغدا، وحطيت الاطباق اللي جايه مكان الضيافه بره، حطيتها في جنب لما نبقى نتغدى، وابقى ايه، اشطف المطبخ والمواعين والحاجه. خلصنا بقى واتغدينا وخرجت، رحت عيدت على مامتي، لان انا لازم اروح اعيد على مامتي اول يوم، وهي بتجيني تاني يوم. إيه ورجعت البيت، وبعمل بقى اطباق تانية للحلويات والبيبسي والحاجات دي تاني اهو. فقلت بقى اصور معاكم الطريقة اللي انا ايه ب... بقدم بيها، اول حاجة اللي انا بعملها، بما اني بصور معاكم كل حاجة، فقلت عشان يبقى الفيديو كامل من كله. دي الحلويات اللي احنا جبناها برضو، ومتاخد منها ومتاكل منها ومتعلم عليها برضو. ما عنديش حاجة ما بيتعلمش عليها يا بنات. قدمت كده بالطريقة العادية كده، وحاجات بسيطة وسهلة كده، بس بتحسي بفرحة وانتي بتحطيها. بيبقى عندك حبايبك وصحابك وقرايبك، وكمان في العيد، فبتبقى حاجة لها طعم كده يا بنات. آه، وهجيب برضو اطباق الكحك والبسكوتة احطها، لان طبعا اللي كانت على الترابيزة خلصت واتزودت وخلصت وغسلت الاطباق، فهجيب بقى تاني. والشوكولاتة برضو خلصت واتزودت وخلصت خالص تاني، وهجيب وازود تاني، واطلع الضيافة زي ما انت هتشوفوها معايا كده بالطريقة دي. دي طريقتي البسيطة جدا جدا، اللي ما فيهاش اي تقاليع ولا اي حاجة، يعني اللي في بيتي انا طلعته. ما جبتش حاجة عشان زيادة او اوفر، عشان اطلع ان انا جبت حاجة كتير، لا، اللي في بيتي انا طلعته. وانتوا اعملوا بنفس الطريقة دي بالظبط، نفس الطريقة اللي هو اللي في بيتك طلعيه. يعني ما تكلفيش نفسك فوق طاقتها وتقولي انا هشتري كذا، اصل فلانة عندها كذا ودي عندها كذا، لا. اللي عندك طلع، ده اللي عندي وطلعته، ولو ما كنتش جبت شوكولاتة ما كنتش طلعتها، لان هي مش موجودة. بس انا عشان كان عندي وقت ان انا اجيبها جبتها، ولو ما كنتش، والعيد كان يوم الحد ما كنتش جبتها. تمام كده تمام. يلا، كل سنة وانتم طيبين يا بنات، وعيدكم سعيد يا رب. عايزة اقول لكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشيروه مع اصحابكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما.